عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مستمعين بودكاست محدش مهتم سيزون 3. النهارده الحلقة الرابعة ومعايا صديقتي جيم شين. تمام. مش محتاجين نوضح أي معلومات تانية غير كده. وأنا وهي يربطنا صداقتنا بحاجة واحدة وهي الكلية. فقررت إن يوم ما صادفها نتكلم عن الحياة الجامعية عامة، عشان في طلبة كتير بيسمعوني، فده محتوى هادف جدا عامة. محتاجين نقول ان هو فاميلي فريندلي، مش محتاجين اي حاجه، عندنا تيجر الحمد لله. واتمنى الحلقه دي ما تنتهيش بينا عند اي اسم شرطه بمحضر تشهير، فاي كلمه اي اسم هنقوله هنتيت عليه كده كده. ماشي، عرفي نفسك كتير كده. الحلقه كلها بيبقى عامه. هاي انا جيم شين. انت بتساليني انا؟ مش عارفه كنت هسال على اسمي بس كده. انا الحلقه دي انا مستنياها بقالي كتير قوي، عشان كان نفسي اجيب سيره اللي يسوى واللي ما يسواش فيها. هطلع بقى كل الايه، ركزوا على اليسواش لو سمحتوا، دول مين كنت؟ مفيش حد يسوى اصلا دفع على تايتي كده كله في المونتاج، كله في المونتاج. ماشي، خلينا بس نبدا من اول يوم كده، فما من اول يوم، من اول خازوق كده، من الاول. انتي كنتي اول حاجه دراستك كانت ايه؟ اي جي ولا دراستي فرنساوي؟ بس ناشونال. كانت دلف، يعني كان الاثنين. حلو. عندي مشكله عامه بتوع الفرنسيه دول، يعني بيدخلوا الكليات ايا كان الجامعه بيحسوا ان هم اخدوا قلم على وشهم. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بتبقى انت بتتعاملي في كوميونتي معينه بطريقه معينه باسلوب معين، تدخلي تلاقي عشوائيه موت. ده كفايه مسيو. انا عامه بقولها منصور من زمان. منصور. فانا والفرنسيه علاقتنا وحشه ببعض. انا اصلا عايزه اقول لك، اول محاضره لينا لما كانت اللي هي ستاتستيك، اللي هي ارقام، فيها ارقام دي ما خدتهاش الحمد لله. المهم، فاحنا كان عندنا دايما في الفرنش مثلا بنقول اللي هو ديفايدد بنقولها ديفيزي، فالاكس دي مش عارفه اسمها ايه، بنقولها فوا. فالمهم فانت عارفه فاكره يعني ففاكره لما الدكتور كان بيوقفنا ويقعد يسالنا اسئله وبتاع، فانا غصب عني كنت لما بقول ان هم متعود. يا نهار اسود على النظرات المريبه. انت منين؟ ما انا ناس من سوهاج، فمش مجمعين انت تقولي ايه دلوقتي. مع احترامنا كل اللي في سوهاج عامه، انا ناس من سوهاج مش مجمعين انت بتقولي ايه دلوقتي. دي في حته ثانيه برج عالي دي. وانا عارفه ان في ناس في الفرنسيه مثلا بيكونوا ستيل كوميونتي، مثلا البنات هم بيطلعوش بره اطار ان هم بيتعاملوا مع اولاد مثلا، فيدخلوا رجاله. ايه ده؟ انا دي ناس اعرفها في الكليه عندنا. هو احنا بس المشكله ان احنا بنبقى بيكي شويه في الولاد، يعني ما اعرفش، بس انتي نادرا ما هتلاقي مثلا بنت فرنسي لحد مثلا. لا في مش هنذكر حد، بس معانا واحده في الدفعه كده موت، مش بيكي خالص. البنت دي عامه كانت بيكمي موت. هي بيكمي جدا. واحنا عامه محتاجين نوضح، مش نذكر اسم الكليه ولا اي مكان عشان لا يا جماعه المشكله يعني هقطعها عامه. احنا الناس بتقول عندنا قليلين موت، بس فكانت البيكمي اوفر دوز على الرجاله، فاهمه؟ لو في 3-4 هم دول موجودين، فاحنا فرصتنا اقل، فنقعد بقى نبيكني موت. المهم ماشي، يعني اتفق معاكي على نقطه انه مش بس، لا مش كل البنات بتوع الفرنسي بيكي، خلينا نتفق بس من غير ما ندخل في تفاصيل. مش كلهم ومش يعني بصي، مش معظمهم بيكي. معظمنا بيكي الصراحه، لان احنا عارفه بنبقى برضو مدارس الفرنسيه بتدينا قلم في نفسنا والله العظيم. ايوه يعني سوري لكل المدارس الفرنسيه، بس اللي هو انتوا بنات فرنسي والناس كلها بتقول حواليكم مستر وانتوا بتقولوا مسيو. ايوه، فانتوا كل البنات بتحبوكم. بحس البنات عامه يعني بياخدوا كل المواد بلس ماده التناكه. انا اسفه يعني لا مؤاخذه. تميز موت. لما دخلت الجامعه شفت نفسي ايوه، عشان لا هو حق كده فلاحين وجراي كده بجد. ده كده والله انا مش فرنسي برضه، ادخل كويس تقولوا انتوا فلاحين وجرابين. انا اهو، انا ناشونال عادي جدا. خلاص، بس ستيل ناشونال، يعني ما فيش اي لغه معايا اكسترا. طب انا ناشونال بس فرنش بس، يعني بس انا قصدي مش معايا حتى لغه ثالثه. وكنت دراستي الماني بس ستيل مش كتيره، وكنت والله شايفهم جرابيه وفلاحين. فهي حتى من غير ما تكوني فرنسيه دخلتي الكليه دي تعرفي ان هم جرابيه وفلاحين. ما عارفه حاجه بقى، ولا حد يعني قليل قوي بجد اكتوال جرابيه وفلاحين. لا ما هو يعني هم فلاحين الطبع، بس هم كده كده. لا احنا مش عنصريين، خلينا نوضح. احنا رجمنتال بس. بس انا قصدي انه لا، يعني فلاحين المنتاليتي كتير قوي. يعني ممكن من بره يبدو ان هم كلهم اشخاص عاديين جدا من ايجيبت. قولي ستي كلهم من ايجيبت، مش هتقولي حتى ان هم من مصر، بس اول ما حد يفتح بقه بس ويطلع افكاره عليكي تعرفي ان ايه اللي جابني هنا. جهل وفلح في نفس الجمله، لا صعبين. فدي حاجه اكتشفتها. ماشي، خلينا اول يوم كليه ليكي كان عامل ازاي؟ اول يوم كليه كان ايه يا بنتي؟ كان بوليتكس، كان عندنا لا الاورينتيشن. انت ما رحتيش الاورينتيشن؟
اورينتيشن اللي كانوا جايبين فيه فرقه ما لا لا يعلم لا بها لا, إلا ربنا. لا 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 كانت في واحده نشاز بتاعت البولينج. ايوه هي دي تتنسي؟ البولينج البلاستيك اللي بيتباع في اخر لا العرض. بس ده كان الدفعه اللي بعدينا، احنا كان لينا يوم مخصوص ما كانش فيه لا البولينج. اكيد ما رحتوش. انا عامه والله كان العظيم عندي اكتئاب ما كنتش عايزه اروح. والله انت كنت رحتي كنت الاكتئاب كان هيتعالج من اول عشان تشوفي كان في فرقه كده والله العظيم صوتهم سيء للغايه، كدابه سيء للغايه. ففكرين مشهد، انت اكيد مش عارفه مين مشاكل، اكيد عارفه مين دول. عارفه المشهد بتاع ايه الفرقه دي بيغنوا عليها دي لابس الدلع عليهم بجد، دي كانت المين كنت افيه بتقوله. انا ده اللي في واحده كنت بقوله طول يا اليوم. حبيبتي انت كان عندك الحماس ان انت تروحي اول يوم. لا انا كنت هدفع orientation. المصاريف بصراحه. عشان كده رحت دفعت المصاريف مستنيه. انا قلت برضو كنت استغربت. رايحه مع صاحبتي قلنا ايه القرف ده، روحنا رحت جبت شاورما وروحت. بس دي الحاجه. انت ما رحتيش الاورينتيشن؟ لا ما رحتش. اول يوم كليه، اول يوم محاضرات بقى. اول يوم محاضرات زي ما بقول لك كانت اول محاضره عندنا كانت بوليتكس مع انا دكتور دينا. كان نفسي اروح عامه مع مفتي ما خدت معاه. لا ده انا بجد كنت فظيعه كمبيوتر عادي جدا. بس عارفه بقى اللي هو انا واحده والله العظيم متناكه، بس انا واحده جايه من مدارس فرنسي وكنت لسه بعمل وتعودي تقفي ازاي وتتكلمي ازاي. لا وبمتحن في السفاره الفرنسيه فجاه لقيتني داخله ايه الفلح ده بس وفجاه لقيت ناس كتير جدا حواليا بيبصوا لي من فوق لتحت، وانا والله غصب عني انا متعوده بقالي 16 سنه بقول مسيو مدام. ايوه انا قلت ما انا لسه مش هقول دكتور كده من اول يوم. فانت انسانه زي على فكره زي ما يروح يقول للدكتور يا مستر او يا ميس عامه يا فراو والحاجات دي. مش معنى فراو مش بتسفوا عليها هي ما ميس بجد. لا عامه ده عادي، ده زلة لسان يعني. وكانت عندي بقى السوشيال انكزايتي كانت جايه معايا. صوت المروحه عادي. لا عادي ولا يهمك. السوشيال انكزايتي بتاعتي كانت جايه معايا بتعارف زياده، اللي هو انا هتعرف على كل الناس. انت بتبقى كده العكس يعني. انا بشوف حد السوشيال انكزايتي بتبقى بالعكس. ما هو انا مضطريه بقى لازم اتاقلم. انا محتاجه اتعامل مع ناس دي 4 سنين، فمحتاجه اشوف علاقاتي. اتعاملت مع اكتر 5 فلاحات في الدفعه. انت اخترتيهم. بسم الله انا ممكن اقولهم لك وتتيتيهم كده قولي. بسم الله بسم الله انت ايه مختاراهم؟ اعرف ده انا حافظاها. انت ليه بتتكلمي على كل خوازيق انا بس لا يعني 5 اللي ذكرتيهم في الاول فلاحين او 4 ذكرتيهم دول اعدائي عامه دلوقتي، فانا فاهماكي. ما هو انا الدفعه كلها اعدائي وانا والله اي حد من الدفعه دي بيخوفني عامه. باحترامي الكامل ليكي يعني. فاهماكي عامه. طيب بره بقى يلا. احنا محتاجين نوضح ان احنا بنسجل في عربيه. دي اغرب لوكيشن انا صورت فيه. انا صورت في الدولاب، صورت في مكتب والله اوكورد موقف والله العظيم دولاب. اصل هقول لك حاجه، انا دلوقتي متشافه من ايه؟ من كل الطبق يعني، اي عجله معديه جنبنا شايفانا. بس قشطه يعني. انا ان احنا ناس مهمه بنسجل قدامنا مايك. انما هو مش باين. هو مش باين بس هو باين ان شاء الله. لا قشطه. المهم يعني ده كان اول يوم ليكي انك رحت تعرفتي على اكتر 5 قراب في الدنيا. كانوا اكتر يعني وشخصيات مختلفه تماما. انا عايزه اقول لك انت مختاره 4 يعني عارفه، واحده وطنيه ده اول حاجه. تاني حاجه طبقات مختلفه تماما. فالطبقات ساحت على بعض. عامه انا دي اكتر حاجه استغربتها في الكليه لما دخلت. يعني انا كنت في مدرستي، اصل بصي مهما كان ايه مدرسه، والله انت لو مدرستك كبيره موت، السعديه اللي هي اكبر مدرسه مثلا في الهرم او في الجيزه مثلا، ستيل طبقات المجتمع بتبقى قليله يعني، شبه بعضهم الى حد ما. في فروقات بس ستيل انت ايه مننا وعلينا نفس الطبقه بتاعتنا، نفس مشاكلنا، نفس المسلسل اللي احنا بنتفرج عليه، نفس مواصلاتنا. يعني هتلاقي ان هم حتى كلهم ساكنين في نفس الزون. ايوه تدخلي الكليه بقى بتتعاملي مع ناس من محافظات تانية، بمشاكل تانية، بطبقات تانية. في مثلا في ناس بطبيعتهم هم مش عارفين يركبوا عربيتهم فين، في ناس طبيعتهم هم مش عارفين يركبوا ايه يروحوا بيه. فانت فاهمه بتتعاملي في مكان مختلف موت قوي، برجاله وستات مشاكلهم مختلفه، بالكبير بالصغير باللي مش مصري اصلا. كان في ناس معانا مش مصريين مثلا، او على الاقل او عاشوا على الاقل بس دي مثلا بتعيد يعني. دي مش دفعتنا مين دي. لا دفعتنا يا بنتي. لا انا عارفه انها بتعيد من سنه قبل. كدابه. فانا قصدي انه شايفه الافرج كان يعني قصدي التنوع كان مخيف ازاي. فانت سبحان الله سبتي التنوع ده كله ومسكتي 4 يعني ابو التنوع. لكن ماشي. لا بس ده كان اول يوم ليكي يعني روحتي بالمعرفه دول. كارثه بس انا عامه بتعامل مع السوشيال انكزايتي بالطريقه دي اللي يعني هو بالعكس تماما، الطريقه المضاده فاهمه. اللي هو خايفه من الناس هتعرف على الناس. والله ما هو خلاص ما اسمه الطريقه اتاقلم فاهمه. لو ما تاقلمتش انت بتروحي لورست كيس سيناريو بايدك فاهمه. لو ده طريقي انت لا كارثه. طب ماشي يعني ده كان اول يوم. كان انطباعك ايه لما روحتي البيت؟ ايه ده؟ عايزه يا بنتي، يا نهار ابيض. اولا انا بالنسبه لي
انا متعوده ان انا مدرستي في التجمع، تمام، اوكي، والطريق فاضي. فانت مش بتحتكي ببشر كتير وانت رايحه. انا اول مره اركب المترو في حياتي كان اول يوم جامعه. فانت يعني سبحان الله طبقه، فاهم؟ نزلت 10 طبقات. انت نزلتي نازله مخيفه عامه. نازله مخيفه بجد. رجعت عماله بعيط بانهيار. ما طبيعي واحده ركبت مترو لاول مره اتعاملت مع 5 فلاحين. وتهت، بقول لك ليه تهت في كمان ما اصل انا ساكنه في تمام. فالمهم ما تخافيش، ما حدش يعرف. فالمهم يا بنتي كانت ساعتها لسه خط التالت ما اتفتحش، فكنت بنقل في العتبه. يا لهوي، دي لوحدها توي توي. وانا بتوه حلوان. يعني انت بصي رايحه اول يوم بمترو، دي اول حاجه. من ضمنهم خط تاني عتبه، ده تاني حاجه. وممكن تكوني دخلتي في خط اول كمان. بقول لك رحت. تالت حاجه اتعاملتي مع 4 فلاحين. 5. لا 5، انا اسف، 5 فلاحين. انت مش مستنيه تعيطي؟ يعني انا ممكن اعيط. انا ممكن هنهار. انا نور ان انا كان ليا صحاب اوريدي في الكليه، انا كنت اعتقد هستراجل من اول يوم زيك. لا، ما انا كان عندي صاحبه 6 فلاحين انضميت لهم يعني. لا بس انا كان عندي صحاب يعني بيست فريند بجد. أيوة. قريبين قوي، فاهماني؟ فانا كان عشان كنت داخله الكليه ستيل عندي مخزون من اصدقاء كويس، فانا ما اتعاملتش مع حد النهارده تمام بيس، مش هحس ان في مشكله. انا عندي سوشيال انكزايتي، كنت بحاربها بالعكس. تعالوا اعرفكم على اكتر ناس سخيفه في الدنيا. بجد مش عارفه يعني. انا اول يوم عامه كان عندنا كمبيوتر، ده انا فاكراه. خدت ايه في الكمبيوتر ده والنبي؟ والله العظيم زي افتح وورد. انا بجد حسيت انه يعني لدرجه شكيت ان فلوس ابويا حرام. يعني لو ده التعليم اللي انا باخده. هو فلوس الجامعه كلها دي حرام، لان عربي كان بياخدوا احسن مننا. احنا دي شكوى تانية مش هندخل الناس فيها عامه. بس انا دي حاجه ميت الله يرحمه. الله يرحمه فيها. انت نشره الاخبار قال لك لسه واحد ميت من امبارح. المهم فانا لو كنت مخدوده. وبعد كده كان عندي عربي، فكان عندي بقى فرق 3 ساعات في النص. دكتور ولا دكتور تاني. والله انت جادجمنت يا بنتي بقول لك انا كنت باخد مع مسيو داميان، فجاه لقيتني مع دكتور. طبيعي مش جادجمنت، لو حد عندك حق فعلا. لا انا يعني كنت باخد معاه، فكان في فرق وقت، كان في 3 ساعات في النص. اللي انت كنت من 3 ل 6. كنت مغفله. كنت انا 3 ساعات دول بقى بحاول اتعرف على المجتمع، فقرفت. فاهماكي. قعدت في البرجوله المعفنه اللي عندنا اللي هي من تجاره، فقعدت عامله كده. اصحابي ساعتها كانوا مش معايا كمان، يعني اللي هم اصحابي اللي انا عارفاهم، فانا قاعده اعمل كده. انا بقى قاعده بجادج بجد. قاعده بشوف اللي رايح واللي جاي. لا من 3 يعني، لا من 12 ل 3. واكتشفت انه في ناس كونت شلل. هو انا جيت متاخر قوي كده، يعني حسيت انه انا اصلا كنت اقول لك على حاجه. انا كنت داخله يعني انا مثلا ما كانش عندي صحاب كتير، كنت صحابي اللي دخلت معاهم بالكليه، بس كان عندي حلم ان انا هعوض ايام المدرسه اللي انا ما عشتهاش في الكليه اكيد. ويا سلام على الحب لما يدق وليلو والكلام ده كله، وشلل الصحاب. لا واحنا في نفس الجامعه، فاهمه، فيجي مننا ده كده حاجه منتهى الضحك. فروحتي نفسك تمر حنه. حاجه وحشه قوي، نهايه وحشه قوي عامه. فدخلت الكليه وبتاع رياليتي بجد، كان تمر حنه وطايم اوت، فاهمه. دخلت يا بنتي الكوميونتي دي جروبس. يا جماعه انتوا ضحكتوا؟ طب انتوا عملتوا ده امتى؟ هل في الاجازه مثلا اشتغلتوا على نفسكم وعملتوا جروبس؟ لا اصلا لما دخلت حتى جروب الدفعه ده كان حد دخلوني، الله يسامحه دخلوني، ولقيتي في ادمنز ايه ده، وناس بتتخانق وبتهزر. هو انتوا ليه بتكونوا صداقات يا جماعه؟ انا كان مثلا وانا كنت داخل الجروب ده امتى؟ قبل يوم الكليه بيوم. انا بجد ما كانتش فارقه معايا. دخلت بعد. لا دخلت قبل يوم بعد، يعني قبل يوم الكليه بيومين مثلا، حاجه كده. فالناس بتتخانق وبجد بيتناقشوا وهتلبسوا اول يوم. انتوا مين؟ انتوا مش صحابي. انا ما اعرفكوش. احنا وصلنا هنلبس ايه؟ انا عارفه ده ممكن يعني لو عشيه هتلبسي ايه مثلا اول بالظبط. ممكن اتخطاها منه وما تخطاش منكم انتوا ليه؟ فلا ساعتها اترعبت يعني حسيت ان انا فايتني كتير. عارفه انت حسيتي فومو انك قصرتي انك ما تعرفيش على الناس بدري. انت ازاي ما تكونيش صداقات من 1995 فاهمه؟ اتولدي. لا فانا من ساعتها كنت خايفه اموت. لا تلاقيهم مذاكرين الكليه والجامعه، وعشان كانوا بيركبوا مترو سوا مثلا، او كانوا يعني في مناطق واحده، فكانوا مثلا بيروحوا سوا. انا علاقتي بالمترو كان الظابط اللي قال لي الطريق بجد. اول يوم ده كان ده البيست فريند بتاعي ساعتها. مش عارفه يا بنتي، انا وقفت والله في محطه مترو العتبه دي. اوقفه ازاي؟ انا واقفه بعيط. لا هو انا مش متخيله انك تروحي اول يوم عامه مترو العتبه. انا مترو العتبه ده رحته مع اهلي، انا كنت توماتايزد يعني مع اهلي اللي هم عارفين المكان، فما بالك بواحده رايحه تطولها لوحدها اول يوم. لا مترو العتبه. اوكي واحد شايفه زياد زوز عامه معاك، بس تمام. ماشي تمام كملي. ماشي ده كان اول يوم. تعالي نبدا باول سنه. انت اكيد اول سنه دي
بتبقي الدنيا لسه معاكي مش واضحه، والعيال كلهم باين احسن ما عندهم، فاهمه؟ او في ناس في ناس عامه بيبانوا اوحش ما عندهم، دول ناس تاني. بس في ناس في الكليه عندنا تحس ان انت هتقولي دي تتعرفي عليه. يجي بقى النقطه الفاصله اللي بتفرقك بين البروجكت. احنا كليتنا عامه محتاجه اوضح، احنا كانت جروب بروجكت بس، يعني قليل قوي ما كنت بتلاقي تاسك انديفيدوال ليكي، معظمهم جروبات. فكنت بتضطري غصب عنك تسوشيالايز، انت حتى لو مش عايزه تسوشيالايز انت غصب عنك تسوشيالايز. فانا مثلا دخلت اول جروب، انا فاكره والله العظيم دي كانت اول صدمه حضاريه. انا عامه بحب الافلام، ودي حاجه اعتقد المستمعين عارفينها. فانا بقى ايه داخله بقى، وعندي كانت ساعتها ما اعرفش كانت ماده ايه، بس كانت حاجه ليها علاقه بان احنا نربط السايكولوجي او السوسيولوجي ستوري بالافلام، حاجه كده. فانا بحب الحاجات دي قوي، والى حد ما عندي مش مخزون كبير من الافلام، بس محبه للافلام. يعني لو قلت لي فيلم ادخلي اتفرجي عليه هدخل اتفرج عليه واتابع وكده. انا برضو كده عامه بحب الافلام موت. فانا ايه كنت متخيله بقى، عشان ابويا كان بيقنعني والله العظيم، الراجل ده ما شافش الدفعه، كان بيقنعني انه اي حد اعلامي المفروض يبقى عنده معلومات عامه، اي حد مش معلومات عامه لا يرقى يبقى انه اعلامي. تمام. انا دخلت مع جروب والله ما يعرفوش. ابوي ده جدي يعرفوا بعض. انا جدي ده مقتنع ان انا ان انا من سنه اولى جامعه وانا هطلع في القناه الاولى. انت ايه؟ انا رحت دخلت الجروب بروجكت ده، وساعتها كان معايا واحده صاحبتي برضه ليها علاقه بالافلام وبتاع، فكنا شويه انا وهي ايه باللينك سوا. فيا جماعه والله عايزين والله عمري ما انسى، عايزين نعمل كان عن المراه وعن دور المراه وعن الانطباعات اللي السينما بتخلقها للستات وكده. ده كان اول جروب بروجكت ادخله اعتقد. فدخلت ناس انا ما اعرفهمش، ساعتها كان صحابي في نفس الماده كتير، فدخلت ناس انا اول مره اتعامل معاهم، وكان يبدو من اول لاخر ان هم كيوت وكده والله. واحده بتقترح على مسلسل تركي. عارفه انا مش عايزه اقول اسمه عشان هو مسلسل معروف موت، وهتبقى هي عارفه نتكلم عن ايه. عشق الممنوع ولا ايه؟ لا والله يا ريته كان عشق الممنوع، يا ريته كان على مر الزمان اي حاجه من يعني والله ما فاكره اسمه، بس كان اسمه ايه بتاع لا وواحد كمان لبناني بتاع نادين جنيم، اسمها ايه، اسمه 2020 حاجه كده، مسلسل تاجر عارفه الدراما التركيه موت. الدراما التركيه بتقولي ده بيدي انطباع للمراه المصريه. اول حاجه هو مش مرأة مصريه، ده اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتتكلم جنسيه ثانيه. تاني حاجه هو فين الستيريوتايبس، فاهماني؟ ساعتها كنت جايبه لها ما اعرفش فيلم ايه وفيلم، انا فاكره كانت افلام والله العظيم كنت جايبه فتره المصنع. انا فاكره البروجكت. عارفه انا داخله لها بانضف حاجه عندي داخله لها فتحت الدولاب واخترت احلى افلام عندي. لا وهي جايبه لي فيلم تركي، مسلسل تركي. حسيت بدونيه قوي باللحظه دي، حسيت بجد ان انا في مكان غلط. طب بقول لك ايه، فاكره احنا اول سنه عشان كنا كورونا، فكانت معظم الليكتشرز بتاعتنا اونلاين. ده كده كانت كلها اونلاين، لسه كلنا جنرال. ففاكره الليكتشرز بتاعت الدكتور اللي كان بيطلع فيها. حظي الوحش اني ما حضرتش يومها. لا ما تهزريش. سمعت ريكورد، لا خلينا انا الماده بتاعتي هي كانت دخل ماده مره واحده ومره في الاخر. المره الاولى اللي هو اتكلم فيها واستفاد فيها وقعد يكلم الناس ويقول لي تعالى يا فلانه اكلمك انا فاكره ان هو عمل يعني مسابقات تليفونيه كتير كده. انا ساعتها كنت مديها لماما التليفون تفتح لي دلوقتي ممكن اقول عادي. كانت هي تحضر لي الماده عشان ساعتها كنت في التمرين، فما كانتش فارقه معايا الدنيا عامه. ده كان ليكتشر تحفه، بس دكتور شاف فيها شويه فلاحين وفلاحات. ايه له هو هو حبيبي افتكر هو اللي عارفهم لوحده. شوفي طلعهم والله من الاساس. عملت حته موقف تايتي على الاسم، بس سيب الموقف. ما تعرفوا اذا كده ما تتحرق ما تقول. تمام. يا بنتي كان هو بيتكلم يعني عن البراندز حاجه كده ليها علاقه بالبراندنج وبتاع. فقال انا كنت رايحه جبت بدله من فرنسا ولا حاجه. فلقيتها بتقول مشاكل الاغنياء دي صعبه. مشاكل الاغنياء بجد. فلقيتها بتقول له ايوه انا لما كنت في باريس برضو جبت مش عارفه ايه بالاوهو. قال لها باريس ده ايه اخر شارع بيتكم؟ وانا في حدنا في باريس. فانا لما حد بيسالني وبقول له انا شغاله في الاعلانات بيبص لي نظره كده انا عمري ما انت منهم. ان هو اعلانات الاثنين. يعني اصل انت اعلانات دي يعني رقاصه معروفه. يا شمال ده كده يا شمال يبقى تاجر في عمله. يعني يا اما انا انت حاجه في اللي يجي في الموضوع، في ريحه حاجه اللي يجي في الموضوع بالظبط، في حاجه ريحه حاجه شمال في الموضوع بس. وبالنسبه لهم خلاص ايه ده انا بشتغل في الاعلانات خلاص. ده انا كده جوز عرفي. انت مجنونه ولا بنت؟ انا بص لغايه بتاعت مش حتى يا ريتهم حتى بيستحقروني. يا ريتهم بيستحقروني. هو بيبصوا بصت ايوه انت بتعملي ايه؟ فانا مطلوب مني بعد البصه دي ان انا اشرح، وانا بجد عشان عندي خلق. اشرحي ويقولوا لك حاجه واحده انا عايزه اطلع في اعلان. طلعينا بقى اعملنا بوست بقى، اعملنا بوست على الفيسبوك بقى. الراجل بتاع اوبر اسمه محمد سميته اعلانات. خلاص سميتي هتاخدي معاكي في الاعلان الجاي. ما سمنيش انزل من العربيه غير لما سيفت نمرتي عامه. وهتطلعيني في الاعلان الجاي. انا ما اعرفش دي بقى بحكيها لاول مره اللي حكيتها قبل كده. انا عندي غيه اصل انا رغايه. ده اعتقد حاجه واضحه من البودكاست ده. وانا كمان والله. وامي قالت لي ما تقوليش معلوماتك لحد. بس ايش انا مش حد. لا انت كده كده علينا. قالت لي ما تقوليش معلوماتك لحد. اسكت مش هقول معلوماتي لحد. كل مره بركب فيها مع حد بسوحه
بحكي له قصه مختلفه. ها انا في واحده قلت له انا مطلقه وراح اشوف عيالي والله، ودعا لي في الاخر ان ربنا يكرمك بس عيالي. انا ساعات بقول ان انا دكتوره وساعات مهندسه، بقول لهم أنا انا اصلا من السويس، معرفش ليه. ايه ده ليه محافظات انت ممكن انا بدات ابعد. انا بدات مش بوظائف بس، بدات ابعد في المحافظات. ايوه بقول انا من مكان، ده انا عندي بقى عيلين، وفكره انهم بيصدقوني. في واحد عيل شكلك صغير مش عارف، بس السواقين عامه بيشوفوني كبيره، مش عارفه ليه. في واحد مره استشارني بجواز بنته. كدابه والله انا نفسي مرة اعمل حلقه عن سواقين اوبر، انا نفسي اعمل حلقه بقول كامله. لك ايه الحلقه الجايه سواقين انا وانت سواقين اوبر الجزء الثاني، فاهمه؟ ايوه بجد. لا فلا انا بموت في ان انا استلمهم. ايوه متعه. انت عارفه كنت مره بحكي لسواق اوبر بقصه يعني محزنه مؤلمه بالنسبه لي زمان. قعد يبعت لي على الواتساب تاني يوم، والله العظيم انت لو عملتي اللي انت بتفكري فيه ده انا قلبي وربي هيبقوا غضبانين حاجه خدت عليا موت. وانا بصي انا بجد انا ارتحت لك. او ما كانش بيشقطني على فكره، وكان خايف عليا أيوة. صوح نفسي. ما انا بقول لك انا بكون صداقات. فاهمة؟ ايوه، ومعظم كبار السن انا بكون صداقات معاهم. طب عمرك كنت هتتخطفي؟ اصل انا مره كنت هتخطف بجد. لا اعتقد ان انا بصدعهم فبيقرروا ما يخطفونيش، يعني هما لو في بالهم الخطه دي. ايه ده انت هتخطفني بجد؟ يا كتر خيرك والله. يا ده انت ريحت وارتحت والله. انا وانا رايحه اسلم انت عندي تسليم، خطفني يا باشا والله، هتيجي من عندك انا موافقه. فلا المستحيل. فانا عامه لا، لما برغي اعتقد ده سبب اسباب ان انا ما بتخطفش. فاهمه قصدي؟ يعني الحمد لله ابويا مطمن عليا دلوقتي. ساب فيا صفه ممكن تخليني فاهمه امنه يعني. ما انا برضه دي مشكله عندي، بس انا بحس انا حاسه ان احنا سرحنا موت. حاسه. انا هرجعك للموضوع تاني، هسألك سؤال ماشي. مهم جدا. ايوه امتى اللحظه اللي حسيتيها في الكليه ان انا مكاني مش هنا؟ يا نهار اسود. اول يوم. يا نهار اسود والله العظيم بجد. عارفه حاجه؟ انا حسيت ان انا مكاني مش هنا اشخاص وايز يعني. أيوه. البيئه دي مش بتاعتي، بس الكونتنت او اللي بيتدرس حسيت ان ايه ده. مع ان على فكره انا كنت داخله انا الاثنين انا جايه من طب. لا انت مجنونه بقى. اسنان فاهمه. انت ايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم جايه من طب اسنان، بس ما ارتحتش فيها خالص. فانا جايه الطب ده مش طبي. انا كنت جامعه خاصه فاهمه. اوكي. المهم الولد ده شبه علي قاسم جدا. ولو علي اسم انا ممكن اطلع دلوقتي اسلم عليه واسيبك انت والبودكاست عامه. فهمك عامه امير عيد ساكن اخر الشارع. خلينا نخلص. انت عرفتيهم عامه المكان بس تمام. احنا شويه المعادي عامه. احنا كده في الماعادي، بس قشطه المعادي كبير. ماشي انت خلص ونروح نسلم عليه. يلا بينا. بس المهم ان انت ماشي ككونتنت ما كنتش حاسه انه ده مش مكاني. بس انا خدت اعلانات. فانا بصي انا عندي مشكله ان انا عارفه لما تبقي عندك باشن بس انت مش عارفاه. انا من وانا صغيره في حاجه فيكي وانت في الكليه بالظبط. يعني انا من وانا بيبي يا بنتي انا الناس بتقعد تتفرج على المسلسلات والافلام وكده، بس انا الاعلانات فاهمه. انا رمضان بالنسبه لي يعني الاعلانات اسايد رمضان، انا الاعلانات دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. فاوريدي دخلتي ده، فلما شرح لك الماده حسيتي ايه ده، انا بحب الموضوع. كان دكتور فاول لكتور خالص قال لنا حتى الاساينمنت بتاعنا كان حللوا لي اعلان. ايوه انا عملت الموضوع ده فاكره. يا نهار حلاوه. جبت فيه 30 من 30 والله. انا برضو جبت لا دحيحه موت. ولا دحيحه بجد كانت لعبه. لا على فكره انا دي كانت متعتها بالنسبه لي. انا دي من القليلين اللي نجحنا فيها. انا عارفه ان قليل قوي. لا وانا عارفه كان قليل قوي كان بيجيب 30. انا عرفت ان احنا 10 بس اللي جبنا 30. المهم ان انا يا بنتي كنت كنت الماده دي انا كنت حباها قوي. تخيلي برضو انا بصي بصراحه انا كنت داخله بوتنشال تاني مش اعلانات. يعني انا اوريدي عارفه ان انا هشتغل ايه او هطلع من ده بايه باعلانات. بس انا كنت حابه اكتر حاجات السينماتيك اللي هو ادوني في السينما. دخلت لقيتهم بيدوكي بيزكس موت. وبيزكس حتى ما اكلش عيش. يعني انت لو خرجتي بالبيزكس دي رحتي قررتي تعملي اي حاجه بيها والله ما تعرفي تطبقي منها حاجه. وحتى في الماركتنج على فكره انا بحس حتى في الماركتنج احنا كنا بناخد قشور المواضيع. يعني اللي هو طراطيف الماده فاهمه. يعني انا نزلت السوق اوريدي في سنه ثانيه مثلا بدات اشتغل. انا برضه تمام. سنه ثانيه لما بدات اشتغل في حاجات اوريدي خدتها من الكليه ساعدتني بصراحه مش هنكرها. ماركتنج الصراحه لا بيزكس ماشي بيزكس بس الشغل نفسه ما تعرفوش. انت محتاجه حد يعلمك. ده حقيقي. فانا بحس انه احنا ما خدناش التفاصيل الكتير داوي عشان حاجتين. يا دكتور اكاديمي موت فهو اوريدي ما شافش السوق عامل ازاي، يا دكتور مش اكاديمي بس هو مش هيديكي معلومه من السوق. ليه والله دكتور دكتور اكاديميه موت. عشان كده انا بحبها جدا. كانت بتدي كل اللي عندها. يعني كانت بتدي بجد كل الانفو اللي عندها. بس هي اكاديميك قوي. بس هي اكاديميك موت. عارفه الثانيه مين بقى اللي كانت طماعه في الفيلد ده وما كانتش بتديكي كده يا بنت بالغلط. فدكتور مثلا دي بدون ذكر اسمها حاولت انتهيت عليها اول مره يا جماعه. هي بجد كانت يعني هي اوريدي في فيلد اعلانات بقالها زمن وتقيله موت. ست يعني ليها اسمها في الفيلد
والله ما كانت بتشرح نص المنهج اللي في الحقيقه، كانت بتشرح لك الفرق، ولما تروحي تساليها على تفاصيل قال انك تاخدي حتى منها معلومات. بص لك من فوق لتحت، تقول لك ده الماتيريال، خليكي في الماتيريال. لا كانت صعبه. خدتي مع لا ده الراجل ده يعني ممكن اعمل له تمثال من كتر ما هو راجل تحفه. هو الراجل ده علمني يعني ايه انسايت سامثينج بجد، فاهمه؟ يعني هو بجد 3/4 الشغل اللي انا بشتغله البيزك بتاعه، القشره الصح بتاعته مديهالي. انا عامه كنت عارفه الموضوع ده من ناس كتير، لان هو كان بقى فظيع، جاي بقى من براكتيكال مود. اهو ده كان شغال في طارق النور. غير كمان يعني بقول لك كمان غير ان هو كان شغال ودي في مكان هو مش بيتعامل بقى بالورقه والقلم بتاع الجو الاكاديميين ده خالص، فدي كانت حاجه اصلا تحترم فيه. وهو اوريدي معروف كده في كذا جامعه ان هو كده، يعني هو بيدرس في كذا جامعه. لا فظيع. كذا قابلت كذا حد مؤخرا كان في جامعات تانية مش في جامعتي، قابل دكتورين، دكتور الاثنين شكروني فيهم. لا هو دكتور ما كانش بيديكي يعني، كان ما فيش كتاب، ما فيش ماتيريال. ايوه هو مش اكاديمي موت. لا انا يا جماعه عايزين تنجحوا في الامتحان اتفرجوا على اعلانات. عايزين تنجحوا في الامتحان اتفرجوا على اعلانات عامه. دي طريقه السوق عامه دلوقتي فظيعه، اللي هو سيلف ستادي وفي نفس الوقت الاوبزرفنج، يعني انت بتقعدي تobserve حاجات وبتطبقي على اساس. احنا في الكليه بجد انا عشان كده دي كانت الصدمه الحضاريه لما دخلتها. انا اول مره احس ان انا مش في المكان ده لما اتعاملت مع البشر هناك. وحسيت انه هو احنا وصلنا لهذا التدني. يعني انا كنت حاسه ان انا متدنيه، يعني انا كان من كلام ابويا مثلا ومن صحابي ما اعرفش حتى اللي كانوا بره المجال، بس اللي انا كنت بحس ان معلوماتي ضئيله قوي. وانا عارفه ان ستيل معلوماتي مش عامه مش كبيره، بس بجد جنبهم انا بحس ان انا هرم، بس بحس ان انا خبره بروفيسوره فاهمه يعني بتحلل. وانا في الحقيقه لما نزلت السوق لا انا تافهه، انا لسه انا لسه لو سمحتي انا اقول كده انا تافهه اوكي لو كده. فبس بتحسي ان انت لا انت بتاخدي قلم على وشك، اللي انت فاكراه ده مش حقيقي. فدي كانت اول حاجه، ان انا اول حاجه كنت حاسه انه يا نهار اسود احنا وصلنا للتدني ده ازاي، لما واحده بتبقى قالت لي مش عارفه يوسف شاهين. يا نهار ابيض. انا بصي متخيله ممكن ما تكونيش بتتفرجي على افلام يوسف شاهين، بس انا لا عارفه اسمه. بالظبط عدى عليكي محمد خان، عدى عليكي في ميم حتى مش في فيلم. يعني سمعتيهم من بعيد؟ لا ما اعرفش مين دول. طب ماشي خلاص، انت ممكن تكون ثقافتك اجنبيه، تعرفي مثلا فلان في امريكا؟ لا ما اعرفش. مش براد بيت يعني. مين تارانتينو ده؟ طيب مين تارانتينو ده؟ فببقى حاسه انه لا ده جهل، مش عدم معرفه بثقافه معينه. يعني مثلا مش تقولي مثلا هي عارفه الثقافه الاسبانيه فاهمه، يعني حتى حاولت اديها فرص ان تثبت لي انه لا انا فاهمه مثلا في الافلام. بجد والله العظيم لما سالت لي بيتر ميمي يعني احسن بيتر ميمي يوسف شاهين. والله بيتر ميمي نفسه يبطل المهنه باللي بتقوليه ده يبطل الكار ده. فانا ساعتها عرفت انه الكليه دي انا يعني صعب ان انا اكون او الحاجه اللي انا كنت جايه عشانها فقدتها. انا اوريدي مش كنت هشتغل عايزه اشتغل في اعلانات مفيش مشكله، بس كنت عايزه اخد ايدج في ان انا اعرف حاجه اكتر عن السينما. ايوه والله العظيم طالعه يعني بالجروب بروجكت، بعلاقه الجروب بروجكت طالعه انا مش عايزه اعمل بشر ده تاني. فاهمه قصدك؟ يعني مش عايزه وبجد انا ما كنت شايفه نفسي مثقفه في الافلام، وستيل شايفه ان انا مش مثقفه في الافلام. ودي حاجه وانا بحب الافلام انا بحبها ودي لذتي في الدنيا هي كده. بس انا مش شخص اتفرجت على كل الافلام اللي في السينما مثلا، مش اللي دخلت الفيلم ده 5 مرات قبل كده، مش اللي حافظه جاد وازن مثلا. بس عارفه انه انا ستيل بحب السينما. لما دخلت كان في ناس من جهلهم والله العظيم، عارفه الجاهل الواثق. ودي كانت اكتر شخصيه بتضايقني في الكليه، الشخصيه ان انا جاهله بس ستيل بدعي ان انا عارفه كل شيء. انا دي بشعه، دي بشعه بالنسبه لي، دي بقى فاهمه خط احمر. انت مثلا قابلتي الكاركتر دي في الكليه، اعتقد الكليه كلها كده اصلا. يا بنتي الكليه كلها فلاحين. بصي والله العظيم ما عنديش مشكله حتى يبقى فلاحين وفلاحات. الراجل اللي جايب الاوردر ده جايب كام ده؟ الصيدليه دي ايه دي؟ في سيكورت. عارفه الناس اللي بيقفوا في الشبابيك يتفرجوا على الناس، انا دلوقتي تنتظر اللي بيراقبوا الرايح والجاي فاهمه. المهم انا اسمه ده ما عنديش مشكله والله العظيم حتى في فلاح الفكر. شوف فلاح الفكر، بس فلاح الفكر عارف ان هو فلاح الفكر، مش فلاح الفكر وبيدعي ان هو فاهم كل شيء. فاهمه قصدك ان انا والله في واحده في الكليه وهي عارفه نفسها. انا بفهم جدا في الافلام، انا بعرف اعمل، انا ناقده فنيه. يا ستي قولي لي احلى فيلم في حياتك. بحب السيما. قصه حب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا ريتها قالت حب البنات. يا ريتها قالت حب البنات. كان الناس تقول لك فيلم تاج بتاع والله احتمال ما تكونش بتحبه برضه، بس ده كان قبل نزول فيلم تاج، فانا ما اعرفش دلوقتي رايها في الفيلم ايه. بس ايه نزول فيلم عظيم. كانت شايفه فيلم قصه حب ده اعظم افلام السينما المصريه. قصه حب والله كارثه. وتقول لك انا ناقده فنيه. كانت تيجي مثلا تتعامل معاكي انه انا عارفه كل حاجه، انا ناقده فنيه، انا عارفه كل افلام الدنيا والاخره. طب عارفه كذا؟ لا ده فيلم سيء جدا. بس بتقول على فيلم
زي مثلا يعني افلام كتير موت يعني انت انا وانت حتى لو اختلفنا عليه السينما المصريه اقرت ان هي من احسن 100 فيلم في تاريخها. فانا وانت مش هنيجي جنب السينما المصريه في تاريخها. مش ده احسن حاجه. فبتبقى انت فبحس انه ايه ده واو يعني حاجه وبيك ومثلا والله العظيم برضه في بجاحه بقى. مش يوم ما زقتني في مهرجان السينما عشان تسلم على اسلام ابراهيم. طبيعي كنت يعني آسر ياسين مثلا فاهمه علي قاسم كانت الزقه منطقيه شويه. والله العظيم زقتني فور نو ريزن فور ابسولوت. ايه ده هتخدسني دي ولا ايه؟ اللحظه الاخيره فاهمه الحلقه الاخيره. في برضه نوع من البجاحه كده بتقابليها في الدفعه، الشخص اللي بيتعامل انه انت اكيد هتساعديني. في واحده من دول والله العظيم انا مسكت اول سنه في الكليه ليا وزمت كان اونلاين حتى ما كنتش بتعامل مع حد فيس تو فيس. في واحده قالت لي يوم امتحان ماده انا اصلا كنت اشيلها بجد، كانت دي الماده الوحيده اللي انا كنت اشيلها عامه في الكليه لان كنت شايفه فيها حاجه. بعتلي يومها بالليل بقول لك ايه لخصي لي الماده دي كلها فويس نوت. فاهماهم اشرحيها لي. لا هو جروب بروجكت. لا ده مش جروب بروجكت حتى انت حتى لسه ما دخلتش انا ما اعرفهاش. انا عارفاها الناس دي. الشات بيني وبينها زيرو مفيش اي مسج حتى مفيش هاي. بعتلي فويس نوت ده اول ده صباح الخير دي ما بتقولش مثلا هاي ازيكم عاملين ايه. لخصي لي الماده دي كلها دلوقتي. بتتكلم بالتون ده تون الثقه ان انا بنت خالتها مثلا فاهمه شغاله عند اللي خلفوها. فاهمه قصدي انا ما عرفتيش. ايوه وحتى لو عارفك انا مش عارفه الخص الماده لنفسي الخصها لك انت والماده كلها. يعني انت ابعتي لي نوتس. لا ابعتي لي الفايلز موجوده على الجروب. موجوده على الجروب. انت عايزاني فورورد يعني بس دي مهمتي في الحياه ان انا فورورد بس مسج. عرفيني بقى بيقولوا ايه على الجروب عشان مش قادره افتح كل ده. طب وايه انا ما اعرفكيش بجد. طب وايه رايك في ان هم دحاحين الدفعه؟ بصي انا هديهم كده ديسكريبشن عشان الناس حتى اللي بيسمعونا انا مش معانا في الكليه ما يحسوش ان احنا ايه دخلوا على حوار فاهمه مش بتاعهم. لبش فاهمه في لبش ومش فاهمين من دول فاهمه في تتيت كتير. انا بالنسبه لي الدحيح الدفعه بيتقسموا انواع. في دحيح منغلق منطوي على نفسه ما تعرفيش اصلا ان هو عايش في الدنيا. المهم ده اللي هو منطوي مغلق واصلا في الاخر بتكتشفي ان هو دحيح. يعني انت اصلا ممكن ما تبقيش عارفه ان هو دحيح تكتشفي بعد مثلا ما الدرجات بتطلع انه ايه ده هو دحيح. اللي هو دحيح في صمت ده نوع محترم مالناش دعوه بيه برضه. يجي نوع دحيح يهودي يضلك بالمعلومات مش مثلا مش يقول لك مثلا معلومات مش صح او مش كلها مثلا لا يضلك بالمعلومه يبقى معاه المعلومه يقول لك عكسها. يبقى مثلا معاه ساعه المحاضره 3 ثواني مثلا زي الناس اللي بيراقبوا عليكي في ثانويه عامه. ده موت اللي هو بيتعاملوا معاكي ان انا مش هديك الانفو كامله. انا هديك الانفو غلط مش ناقصك غلط. انا متخيله انه ماشي مش هتقولي معلومه او هتقوليها كتر خيرك ما قلتهاش برضو كتر خيرك بس بتقولي غلط. انت للدرجه دي سيئه دي مثلا اكتشفت ان في ناس في الكليه عندنا بيغششوا الناس غلط عشان بيجيبوا درجات زيهم عشان ما حدش يقفل زيهم. يعني مثلا هيغشوكي الامتحان كله صح رغم ان انا شخصيه ضد الغش عامه هغشك الامتحان كله بس اديكي سؤالين غلط عشان ابقى انا اسمي. انت عارفه ان انا ما غشيتش في 4 سنين الجامعه دي ولا مره؟ انا عارفه حياتي ما غشيت اصلا مش بس بابا بس الكليه بصراحه يعني عشان امي بتسمع بودكاست انا بجد عمري ما غشيت مش عشان هي بتسمعه بس انا عندي مشكله ميكانيزم عامه في حوار الغش ده مهم جدا برضه حد يسمعها. تراست ايشوز فاهمه ان انا اكيد هتفضح اكيد المره اللي هقرر فيها ان انا اطلب شيء هتفضح. وده حاجه بقى انا عامه شايفه ان انا اعمالي سيئه في الدنيا بصراحه فمش هيجي يوم الاخره اتحاسب يعني امتحان دين يعني على امتحان غشيته فاهمه حاجه دنيا موت حاجه قليله قوي يعني اقتل اسرق فاهمه حاجات عليه يعني ذنب عليه القيمه فاهمه. لكن مش تمام وايه وانا رحت بجد ساعتها انا مقتنعه انه مش هتحاسب على حاجه زي كده. وتاني حاجه انا حاسه ان انا هتفضح. وتالت حاجه انا ما بسمعش دي مشكله. انت بتقول ايه واللي بتغششني يعني انا ما عنديش الهوايه او مش هوايه الملكه بتاعت ان انا اعرف اوصل المعلومه بدون اي صوت. انا الموضوع صعب بالنسبه لي. تضربي 3 ضربات على القلم فتبقى الاجابه سي. انا اصلا بضغط من غير لا اراديا فممكن اغش حد غلط فاهمه. النوع الثالث الدحيح اللي بينكر ان هو دحيح. لا كده اللي هو انا مش دحيح. مين قال لك ان انا دحيح؟ يا اسطى انت جبت درجه كذا ماشي قول مش دحيح قول شاطر بنتعلم منك. قول يا سيدي شاطر. يقول لك بنتعلم منك هو ده الديفولت بتاعه. مش طبيعي. ثانيه يا ستي قول بيتعلم منك. ربنا احنا مش بنحسدك والله يا باشا احنا بنقول لك الحقيقه ده الحقيقه فاهماني يا ستي. انت راجل شاطر سهله. دول اعتقد الدحيحه اللي انا عارفاهم. في نوع تاني انت بتشوفي ان في نوع تالت غير الانواع اللي انا ذكرتها اليهودي والمنطوي واللي بينكر. دحيح ومتخلف
لا دي ده جهل بقى. ده مش دحيح. هو انا مش دحيح اصلا، احنا هنا نعمل كاتيجوري. طب خلينا نسيب التوبيك ده وننط على اللي بعده كالعاده يعني. ماشي احنا كده خلصنا الدحيحين، انواع الدحيحين فاهمه. شلل بقى الجامعه. لا دي لوحدها توبيك. بس خلينا نبدا. بس احنا خلصنا حوار الجهل ده. انت اتعاملتي مع حد تاني جاهل في الكليه؟ جاهل ومدعي. لا جاهل ومدعي كلهم جهل. بصي ما عنديش مشكله ان حد يكون جاهل. احنا يا حبيبي انتهيت عليه عامه برضه. بس انا قصدي لا الجهل ومدعي بتبقى بشعه. والله ما عنديش اي مشكله مع الجهل. ما عندي اي. اصل احنا كلنا جهله. شفتي برضو لو دخلتي فيلد تاني انك جهله، ولو دخلتي اي فيلد تاني جديده عليه والله كلنا فلاحين في روايه ناس يعني. وعامه احنا ممكن نكون فلاحين مش روايه حد. احنا ممكن نكون ريلي فلاحين بجد. فلاحين المنشأ والفكر كله. انت جهله ان احنا لسه مش عارفين. اصل الجهل ده شيء طبيعي، شيء فطري. لكن الجهل والادعاء ده عمل انساني سيء، فاهمه؟ ده ذنب انساني لا يغتفر. فانا بالنسبه لي دول الدفعه اللي هم بيعملوا اشياء غير منطقيه وبيدعوا ان ده الصح. ولما تناقشيهم بالذوق والله وبالاحترام، يعني انت مش مثلا بتهاجميهم لا يا جماعه ما ينفعش عشان كذا كذا، لا هو ينفع، انا عارفه احسن منك. حضرتك جبتي منين اجازه انك احسن مني؟ يعني جبتي منين فاليديشن انك احسن مني؟ اخدتيها منين؟ من اي مصلحه حكوميه؟ من اي مصلحه حكوميه اخدت الترخيص ده؟ فلا بكتشف انه دي كانت اسوء حاجه بالنسبه لي في الكليه. ناتي بقى النقطه الاسوء هي الشلاليه زي ما انت بتقولي. استكمالا حوارنا اللي اتقطع بسبب التقنيات. المهم ماشي احنا كنا بنتكلم عن الشلاليه تمام. المهم انت بتتكلمي عن الشلل. فالشلل بالنسبه لك ايه انواع الشلل اللي قابلتيهم في الكليه؟ عشان لو حد يعني بره اطار الكليه يبقى حاسس ان هو فاهم. ايوه انا قابلت حاجه كده زي كده يعني. في شلل متوحدين كلهم ساكتين، شله كلها ساكته وكلهم شكلهم مريبين وبيلبسوا لبس تحس ان هم عرفوا بعض عشان كده. تحسهم هم مش ايمو بس هم مدينك الانطباع ده، فاهمه؟ ان هو احنا ما بنتكلمش حد، هم مريبين ولبسهم غريب. لبسهم غريب جدا وكلهم شبه بعض. ده كده وفي شله انا بدات اجمع في شله تانية دحاحين موت. ايوه اعتقد بتتعاملوا ازاي؟ اعتقد هم بيتقابلوا عشان يوم منهم حاجه كومن، هم دحاحين بس. لا وبصي كلهم شكلهم مختلف تماما بس كلهم متجمعين. ما هو تلاقي مثلا من طبقات اجتماعيه مختلفه بس هم دحاحين، فهم الدحاحين بيتلاقوا في حته، فاهمه؟ بيتلاقوا في حوار بينهم يعني. وفي شله ستاربكس دي ناس عايزه تعرف بعض بيكمي. احنا هنا يا جماعه بيكمي. عارفه ودول دايما الولاد تلاقيهم متجمعين. انا دايما عندي اقتناع زي الفلاح. ما عنديش مشكله مع الفلاح بس ما يضايقش ان هو فاهم. انا ما عنديش مشكله مع بتوع ايجيبت لو انت منهم عامه. لا ما تقوليش كده. انا عندي مشكله مع الناس اللي بيدعوا ان هم من ايجيبت، ودي اوحش بكتير. دي اوحش بكتير. ما يجيش الستاربكس بقى عامه. ما يجيش الستاربكس بالنسبه لي بقى. ايوه ده حقيقي. احنا ساكنين في المنطقه الفلانيه، بنلبس من اللوكال براند الفلانيه، بنتصور في كذا وبنروح مكان ما نقدرش نقف في مكان اقل. ويقعدوا بقى عارفه يحبوا يبينوا في الكومنتس مثلا او في الشات بتاع الجروب بتاعتها ان هم جامدين موت. ايه ده ياي احنا ما بنعرفش المكان ده فين. ما حدش مهتم انك عارفه ده ولا لا يعني بجد. انا بجد بقى دونت كير بجد. مش انا مش بجد وي دونت كير بجد، فاهمه؟ فبتلاقي ان هم ايه ده واو يا فلان تعرف المكان ده ما كناش عارفينه. بنت ما توجيش لسانك، احنا كلنا عارفين ان انت منين، كلنا عارفين انت اصلك منين يا بنت. انا ما عنديش مشكله. انا من مصر عادي، ممكن من عبود كمان ما عنديش مشكله من طبقه اجتماعيه، بس عندي مشكله مع اللي بيدعي الطبقه مش بتاعته. لكن ما عنديش مشكله دي يكون طبقه اجتماعيه. انا ستي مش طبقيه. انا اوريدي مش من ايجيبت عشان اتكلم. بس انا عندي مشكله مع مدعين ايجيبت دول. وطول الوقت تلاقي تنشر كل الكلام ان هي معاها ومعاها. ليه ما تلاقي حوارها كله ما كنتش عارفه اركن عربيتي فين بره. بس انت عارفه عربيتي دي البنطلون ده اديداس. شايفه الماركه؟ ليه تخليني اركز على فخادك؟ ليه تخليني اركز على فخادك بجد عشان اشوف الماركه، فاهمه؟ لا وهم دول اول ناس جابوا التوك الورود. من اصلا بتتباع في مصر جد 30 جنيه، فاهمه؟ 30 جنيه نضحك عليك كمان ده دلوقتي يا جماعه عشان ما حدش يضحك عليهم زي. فاللي هو تروح مثلا تقول لك شفتي النيلز بتاعتي عملتها امبارح في المكان الفلاني. انا يا جماعه بجيب حاجتي كلها. في واحده والله عمري ما انساها راحت قالت في نص المحاضره اللي ما اعرفش كنا بنتكلم عن ايه اللي فتح الحوار ده في النص بتقول وده من براند الفلانيه. انا ما سالتكيش في المايك مش مثلا بتقول عارفه انا براند الفلانيه. واو ليه حبيبتي؟ ليه الحوار اتفتح هنا، فاهمه؟ انا مش مهتمه عامه. انت لو لابسه كستور لابسه قماش خيش انا هحترمك برضه. احترامي مش هيتغير معاكي انت لابسه ايه. بالعكس انا احسك يعني عندك نوع من انواع الاحداث، فاهمه؟ فدول شركه ستاربكس بالنسبه لي اللي هم احنا عايزين نبقى ودايما الولاد معاهم. ده كده الولاد عامه
يعني انت ولاد اصلا. بصي خلينا نتكلم عن ولاد. احنا الكليه بتاعتنا يعني مش عايزه اغلط في الولاد اللي عندنا او اغلط عادي. قليلين وولاد اللي هو ولاد فاهمه اللي هم بيحكموا بقى. اصل انت قدامك كل بنات فانت بقى هتختاري بقى اكتر حد باكي ميموت. متخيله تبقي مثلا زي دفعتنا كنا مثلا 4. تخيلي كده لو احنا كنا حوالي 200 وحاجه و14 ولد 16 ولد لو سمعتي عدتهم. انا في فتره في حياتي فرغت حياتي عشان ادور على كام واحد. عندي فضول اعرف انتوا كام. لا وفي منهم ظهروا كده في اخر سنه. انا في ناس فاجئت معاهم في الدفعه في يوم التكريم واحنا بنتكرم بناخد الشهاده. انتوا معانا احنا ما كناش عارفين انتوا عايشين. فانا بقول لك ان هو كانوا ولادنا محدودين قوي فالبنات بتبقى الهايب عليهم. اصل بصي هو للاسف في تفكير عند البنات بصراحه. بصي مش قصه حرمان. انا فاهمك على حاجه. في ناس بيكون دايره حياتهم صغيره قوي فده المنفذ الوحيد اللي يعرفوا العريس يا نجيبه. حتى لو مش عريس منفذ وحيد يعرفوا راجل. فاهمه قصدي مش لازم حتى يبقى عاشقها فاهمه مش لازم يبقى جوزها. لا كلهم صاحبوا بعض وكلهم صاحبوا بعض وتلاقي انه بتصاحب تلاقي نتاج غريب قوي. ناس مش شبه بعضها. عارفه ليه؟ عشان انت حطيتي احتياج مش مطابق للطلبات. يعني انا عايزه واحده صاحبه مش مهم طبقتي الاجتماعيه مش مهم هو بيتكلم دلوقتي زي هم معايا في الجامعه فبتلاقي ميكس غريب قوي. بتلاقي اتنين مع بعض والله يعني هم مش محدش فيهم وحش بس الاثنين مع بعض مش راكبين فاهمه. انت مش عارفه عينك مش مجمعه فاهمه. انت دماغك نفسها مش عامله ايرور. كانك مثلا انا في احلام العصاري. انا بالنسبه لي احلام العصاري مش الاثنين مش وحشين بس الاثنين على عوالم مختلفه قوي. فانا بحس ان الكليه بتاعتنا عشان في معظم بتاعتك في بنات كتير كانوا مثلا مدرستهم بنات بس وما كانوش عندهم صداقات ولاد بره او ما كانش عندهم اي اكتيفيتي في الحياه بره. يعملوا صداقات من الولاد اللي عندنا. هم شايفين تخيلي العمر انتهى بيهم فين يعني. اصوم افطر على بصله. انت بجد انا رصاهم دلوقتي قدام عيني مش قادره اصدق. عارفه اصوم افطر على بصله هي نفس الفكره. ومع احترامنا نكمل ليهم برضه عشان في منهم بعض الاصدقاء والاعزاء بس يعني انا قصدي انا ما فيش حد منهم ولا صديق ولا لا عندي انا اعزاء يا ستي. انا ما بحبش منهم غير 2 بس مهم واحد تصدقي انت مش اللي في دماغه. انت بتقولي لي واحد كل شويه فاهمه. 1 2 0 نيجاتيف 1. فالمهم انه لا انت بتكتشفي انه ازاي يعني ال5 ولاد دول احتمال تلاقي في حد شبهك ضعيفه جدا. فطبيعي الشبه شبهه بس البنات عشان هم يا حبايبي يا حلوين والله العظيم بيصعبوا عليا موت. هم ما عندهمش اختيار تاني. هم ال5 دول اللي في حياتهم كلهم. فتخيلي انت مضطره ال5 دول تجذبيهم من وسط 200 واحده. فطبيعي هتعملي كل البدع وكل البيك مي عشان تجيت اتنشن بتاعك. فالبنات بتلاقي بتجيت اتنشن بقى قوي. تلاقي مثلا تبعتي على الجروب يا جماعه في كذا محدش يرد عليك واد بعت. انا هقول لو هنتكلم بقى التلقيح بجد اكتر حاجه ضحكتني كان في واحد عندنا في الدفعه حرفيا ما كده انت عارفاه كان يقعد يكتب في الجروب وناس ترد عليه وتساعده. جاء اخر يوم اللي هو كان حرفيا اعتقد انه سبب نجاحه كبير بسبب العيال اللي كانت بتقعد تبعت له ملخص في اخر يومين. جاب اعمل شتمني وقفل الجروب. طب يا اسطى والله لو على الشتايم فانا ما اعرف نشتم فحاجه كده المناخير كلنا عندنا مناخير. لو على كل الفاظ خارجه انا ما تربيتش توضيحا بس عشان الشعرتين والقصتين تعتقد ان انا انثى مش هشتمك بس لو انت معتبرنا كذا فانت اتعلمت من كذا فانت زينا من نفس بجد بقى. فاللي هو انا كنت ساعتها بيضحكني قوي حوار انه لا الولاد بيجي ده الولاد مش بس الدكاتره مش بس الطلبه الدكاتره. كان في دكاتره عندنا في الكليه بيعاملوا الولاد بطريقه مختلفه لمجرد ان هم اقليه. بنات ستات كبار. يا لهوي دكتور مع احترامي الشديد. لا مش دي والله العظيم دي مش هي كمان. في واحده في سنه اولى ادت كل الولاد والله انا مش ناسيها. عارفه انا ممكن انسى اسامي عيالي لما اكبر وانا مش ناسيه اسمي. مين كانت مين؟ بتاعت الانجليش كانت عامله والله العظيم والله ما مسامحاها على 24 درجه نقصتها لي عشان كنت كاتباها حلو. كنت كاول مره اكتب هو احنا كنا بناخد انجليش اصلا؟ انت اول سنه انت نسيتي المنهج بسرعه كده. المهم يعني ان كان في ماده كان مطلوب مننا نعمل زي انترفيو تاسك كده نكتب. كانت فيولا ديفيس باين ولا معرفش ايه فيولا ديفيس. ايوه وانا ساعتها بقى شغلت كل خلاص فرصتي ممثله ودخلت كل معلومات الاوسكار عندي فاهمه نومينيتد اللي كانت ايه وقعدت اسالها على اسئله وعملت فايل. والله العظيم انا فخوره بيه لغايه دلوقتي. هو كحه فيولا ديفيس يا بنتي مش كاتب الانترو اصلا بيتحسب عليها نص الدرجه مش كاتبها ومديها 30 من 30 وانا مديها 16 من 30. نص الدرجه دول مش مسامحه فيهم لغايه دلوقتي. انا بدعي عليكي كل رمضان وتسمعيني لغايه دلوقتي بجد لو انت اصلا مهتمه تعرفي ان في واحده سقطتيها. فالمهم انه ده كان الدكاتره فعشان كده الكليات كانوا بياخدوا امتيازات عننا عشان هم عددهم قليل. طب ماشي احنا كده قعدنا نخوف الناس لو حد داخل الكليه جديد. خلينا نتكلم بقى فاهمه كاننا كفنيين. انتوا لو داخلين الكليه المفروض تعملوا ايه يعني؟ ما تغلطوش غلطتي. انتوا ليه ما تغلطوش غلطتي؟ ما تغلطوش غلطتي اولا
حقيقي خشوا حاجه انتوا بتحبوها، مش ان في اي حد جابركوا عليها. انا دي بالنسبه لي ان انت بتبقى بتحب حاجه، دي اهم حاجه عشان تعرف تسرفايف فيها. كده كده كل بصي كل سيئه والله العظيم. ستارتنج من الاي سي لحد جامعه حلوان كلهم في كل الفلاحين موجودين في كل ومش قصه حتى الاشخاص، المنهج نفسه. يعني انت حتى لو هتستثني الاشخاص والاشخاص كويسين ستيل، لو انت المنهج مش حلو مش هتعرفي تسرفايف فيه عشان انت مش حباه. لو انت حباه هتعرفي تسرفايف، لو انت مش حابه مش هتعرفي تسرفايف. ما تخشش حاجه انت مش حاببها لمجرد ان انت اهلك عايزين يدخلوها لك او حد بيحبها داخلها فانت داخل معاه كده. تاني حاجه حاول يعني تحط باوندريز في العلاقه. انا عامه المفروض الانسان يحط باوندريز في اي حاجه. لو راح يركب يعني السايس يحط باوندريز مع السايس عامه. حط باوندريز عامه في العلاقات اللي انت يعني بتمر بيها عامه، لان انا حاسه ان موضوع الباوندريز اللي صايحه على بعض دي مش لذيذه خالص. وهقول لك على حاجه انت نفسك ذكرتيها. انت مثلا قلتي فكره ايه، انه انا دخلت في الاول اتعرفت على ناس كتير قوي. انا شايفه اصلا الغلطه اللي انا عملتها مثلا وانا برضو ان انا كنت داخله الكليه بهدف الصداقه، ان انا لازم اطلع بصحاب. على فكره الصحاب اللي انت دخلتي صاحبتيهم عشان هدف الصداقه ما بقوش صحابك، والصحاب اللي اتعرفتي عليهم بالصدفه هم اللي صحابك دلوقتي. بالظبط. يعني انا الناس اللي اتعرفت عليها في الكليه مش بغرض ان انا عايزه اكون اصدقاء، وان انا عايزه اتعرفت عليهم فحسينا شبه بعض فبقينا صحاب، دول كملت معاهم. والناس اللي اتصاحبت عليهم لمجرد ان انا عايزه املى الفراغ ده بالظبط شفت في اخر يوم مش شبهي. بالظبط. لان انت ما كنتش بتفكري، انت كنت بتختاري وخلاص عشان تسدي فراغك، زي اللي هو ما تدخليش السوبر ماركت وانت جعانه بتشتري ناس حاجات انت مش عايزه تاكليها. فهي دي الفكره برضه. فدي بالنسبه لي اكتر نصيحه ممكن انصحها، مثلا غير بعد نصيحتك بتاعت حوار ان ما حدش يدخل يعني تخصص حبه على الاقل. وكده كده الباوندريز. ثالث حاجه جيب بجد لو كل الفرص ما قدامك مقفله نقي الاقرب لبيتك. كده ده كده نقي الاقرب لبيتك، نقي الاقرب لبيتك، نقي الاقرب لبيتك بجد، لان ده كارثه. المواصلات يعني انا عامه انا لو مكانك عامه دي كانت اكتر حاجه حلوه في الكليه بالنسبه لي. بصي كانت بالنسبه لي كانت متعه. ليه يعني مش متعه قوي؟ انا واحده اتولدت مدرسه كانت لازقه فيا في العماره اللي ورايا، فانا كنتش بتعامل مع اي بشر. انا بدخل باب الكليه على طول. لكن انا لما في الكليه لحد ما كانتش بعيده، بس كانت مثلا مشوار ربع ساعه. كنت حاسه ان ده مشوار، بس ستيل كان ربع ساعه ممتعين مش هكذب بصراحه. فعشان كده لك انت عندك حق، كده ما حدش يختار اي مشوار بعيد عن بيته عشان هيزعل بعد كده. هيكتشف بعد كده ليه في الاول. عارف اول سنه تبقي حاسه ان الحماس واخدك فانت مش حاسه المسافه. لا والله حتى اول سنه لا دي مشكله تانية بقى، دي مشكله تانية بقى. لكن مع الجروب بروجكتس والضغط والتسليم هتحسي ان المسافه بتفرق معاكي في انك تصحي بدري. محتاجه في الامتحانات تصحي بدري قوي عن الطبيعي، محتاجه ان انت تقعدي ساعتين في الطريق وترجعي ساعتين في الطريق، فتحسي ان نص يومك اتاكل اصلا مش في اي فدا، حتى مش في اجتماعيات، حتى انت يعني نص حياتك واقف في شعر رمسيس. بتاسف للخطا التقني للمره الثانيه، بس احنا المفروض دلوقتي بنقفل الاوترو. محتاجه اقول انه الحلقه دي هتتعمل في ايديت موت كميه البيب اللي احنا هنحطها على الاسئله عشان مش عايزين حاجه تشهر بينا عامه في الاخر. بس الحاجه اللي انا استمتعت بيها عامه ان انا اتكلمت معاكي، وان الحلقه دي كنا عايزين نسجلها من زمن، فده كان احسن وقت عامه نتكلم فيه. ودي احسن موضوع ممكن نتكلم فيه. واعتقد مثلا هيبقى في حلقه جايه عن سواقين اوبر. كده اصلا انا بركب اوبر كل يوم، فخلاص بقيت فاهمه كونت صداقات كويسه جدا مع الناس وعداوات. يعني صداقات وعداوات فاهمه، يعني اللي يجي معايا بروح له. بس محتاجين نعمل فاهمه دوكيومنتري كامل عن سواقين اوبر في مصر. اي مواصله عامه ممكن اعمل دوكيومنتري دلوقتي. ماشي ما عنديش مانع. تشرفنا بلقائك يا جيم شين. لا ما حدش هيشوف عامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميع مستمعين بودكاست محدش مهتم.